مريض بيسأل حضرتك يا دكتور على الفيسبوك، بيقول لك دكتور انا عندي وجع ونزيف بسيط بعد الحمام، ده بواسير ولا شرخ؟ ما فيش حاجه اسمها نسال سؤال زي كده بقى على الفيس او في رسائل او تليفونات. لازم كشف طبي حضرتك علشان نحدد التشخيص. المهم جدا لان الاعراض بتتشابه بين امراض كتيره جدا، فانا ما اقدرش افيدك ولا ادي لك تشخيص ولا اوصف لك علاج بالتليفون. لازم كشف طبي. طب لو طلع شرخ؟ الشرخ ده هي كلمه كبيره الناس بتقلق منها، بس هو حاجه بسيطه. الشرخ ده عباره عن جرح بيحصل في فتحه الشرج وبيمتد لسنتي واحد. يعني هو عاده لو احنا قلنا الشرج دي زي الساعه، الشرخ عاده بيحصل عند الساعه 6 ورا، وفي ساعات يحصل عند الساعه 12. ده اللي هو المعتاد. فبيبقى جرح صغير عند فتحه الشرج بيمتد لسنتي في البطانه الداخليه للشرج. في بعض الحالات طبعا اللي هم عندهم امراض التهابيه في الامعاء زي مرض كرونز بيحصل لهم شروخ متعدده. منتشر اللي هو الشرخ اللي بيحصل في خط النص ورا في اول فتحه الشرج عند الساعه 6. الشرخ ده حاجه بسيطه. في المراحل الاولى بتاعته في خلال اول 4 اسابيع ل6 اسابيع بحد اقصى بنقدر نعالجه بكريم. الكريم ده اي كريم بيكون فيه الماده الفعاله اللي هي جليسرايد تراينيتريت بتركيز 2.10%. ده بيزود الدوره الدمويه في المنطقه ويساعد على التئام الجرح. ممكن نستخدم معاه اي نوع كريم مخدر فيه لايدوكاين. ده في المرحله الحاده. لو حضرتك بقى فوتت المرحله ديت والشرخ دخل بقى مزمن عدى اكتر من 6 اسابيع وابتدى يعمل مشاكل بعد كده ضيق شويه في فتحه الشرج او حاجه، برضو ما تقلقش. بنقدر نعمل لك عمليه بسيطه بالليزر بتتم في اقل من 10 دقائق وبتخرج بعدها بساعتين 3 من المستشفى، ومن تاني يوم بتمارس حياتك طبيعي خالص. فسواء هو في اوله او حصل منه مشاكل، علاجه بسيط في الحالتين، ما تقلقش خالص.